السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني أو عيش باللحمة بعجينة كده تتاكل حاف، والحشوة كمان يا جماعة حلوة جدا وهتوفر معاكي. هنضيف لها بقى مكون هيخليها حلوة جدا جدا، وهنضاعف اللحمة مع بعض. تقدري بقى تعملي جنبيه شوية بطاطس محمرة، شوية طحينة، شوية سلطة، بيكون حلو جدا جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله صلى على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة هحط هنا كوبايتين ونص من المية الدافية، مية عادية خالص من الحنفية. يبقى الاول كده حطيت كوبايتين ونص. عندي بقى هنا كيس خميرة فورية، وهحط كمان معلقتين كبار سكر. مقادير العجينة بتاعتنا سهلة جدا جدا وما فيهاش اي حاجة. هحط كمان معلقة ملح صغيرة، وبعد كده هخلط المية مع السكر والخميرة والملح كويس لحد كده ما السكر يدوب عندنا والخميرة كمان تبدأ تشتغل. شايفين يا جماعة مقاديرنا كلها سهلة وموجودة في البيت. بعد كده هنزل كمان حوالي تلت كوباية كده من الزيت. نزلت بيها وسبت بس معلقتين كده في تحت في الكوباية علشان هستخدمهم في العجينة. خلاص قلبت برضو الزيت كويس. بعد كده بقى هنزل هنا معايا هنا كيلو كده من الدقيق، نزلت بيه. وعندي كمان حوالي كوبايتين كمان، يعني انا عملت حوالي كيلو وربع دقيق. انا عامله بقى مقدار كبير النهارده، لكن انت لو حابه تعملي نص كيلو دقيق، لو انت بقى هتعملي نص الكميه هتعملي نص كيلو دقيق. هتحطي له كوبايه ميه ومعلقه سكر والخميره هياها، وهتحطي شويه من الملح وربع كوبايه زيت. بس انا عامله بقى كميه كبيره النهارده. خلاص بقى يا جماعه لميت بقى العجينه بتاعتي. وطبعا وانت بتعجني لو لقيت العجينه لسه محتاجه سوائل هتضيفي معلقه معلقه، وتبداي بقى تلمي العجينه بتاعتك بالشكل ده كده. كده خلاص معلش بقى محتاجه ماده سايله تاني ان انا انزل بيها. معلقتين بقى الزيت اللي كنت شايلاهم على جنب نزلت بيهم وهلم بيهم العجينه بالشكل ده. هتنعم بقى معاكي العجينه وهتخليها حلوه جدا وطريه. خلاص علشان بقى لميت العجينه كده يا جماعه بالشكل ده كده. هنزل بقى بيها على الرخامه. وطبعا لو عاوزه تعجني العجين بتاعك من غير ما تفضلي تعجني كتير، يعني هتعجنيها حوالي دقيقتين كده وتسيبيها حوالي دقيقتين وترجعي تعجنيها تاني، هتلاقيكي كأنك عجنتيها بقالك 10 دقايق بتعجني فيها. يعني لما تريحي العجينه وترجعي لها تاني تعجنيها هتتعجن بقى معاكي بسهوله جدا جدا. كده خلاص العجينه بتاعتي بقت جاهزه بالشكل ده، يعني بيكون فيها كده سن التلزيقه علشان كده يطلع معاكي العيش بقى بجد كان حلو جدا جدا. دهنت بقى الطبق بتاعي دهنة زيت كده، وهغطي العجينة واسيبها بقى في مكان دافي تخمر، يعني حوالي بقى نص ساعة، ساعة الا ربع، على حسب الجو عندك عامل ازاي. بعد كده بقى هنجهز بقى الحشوة بتاعتنا. معايا هنا 3 بصلات كبار، معايا معلقة توم مفرومة كبيرة، وعندي كمان فلفل حامي وفلفل اخضر بالشكل ده كده كده يا جماعة اهو. هضربهم بقى في الكبة. وعندي كمان كيلو من اللحمة المفرومة. خلاص هضرب بقى البصل والفلفل والثوم والفلفل الحامي ضربتهم كويس في الكبة. وبعد كده بقى يا جماعة المكون بقى اللي هينقل الحواوشي بتاعك بقى في حتة تانية خالص، معلقتين كده من اللي هي فرمتهم بالشكل ده كده يا جماعة ونزلت بيهم. بعد كده بقى عندي هنا فلفل اسود وملح، وعندي كزبرة ناشفة وكمون، وعندي كمان رشة من القرفة، وعندي معلقة كبيرة من الدقيق. طبعا الدقيق بقى لو فيه اي سوائل، معلقة الدقيق اللي حطيناها دي بتمتص اي سوائل. عندي كمان كده رشة جوزة الطيب او بشرة كده جوزة الطيب، برضو بتخلي كده طعم اللحمة بتاعتنا بتاعت الحواوشي بتكون حلوة جدا جدا. خلاص يبقى حطيت فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، حطيت كمان رشه كده من القرفه، وحطيت جوز الطيب، حطيت معلقه كبيره من الدقيق عشان لو في اي سوائل في اللحمه بقى تمتصها، وحطيت طبعا معلقه ملح كبيره.
وبعد كده هقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي كده يا جماعه لحد ما اعجن بقى اللحمه مع الحاجات اللي حطيناها كلها كده. عايزه اقول لك الريحه دلوقتي طالعه كده وانا بعجنها، كانت حلوه جدا جدا. خلاص، وهعجنها بقى كلها كده، وهدخلها بقى التلاجة لحد كده ما العجينه بتاعتنا تخمر بالشكل ده كده. كانت خلاص بقى العجينه بتاعتي اختمرت بقى وتضاعف حجمها كده بالشكل ده. ما شاء الله يا جماعه، شايفين العجينه عامله زي السفنجه او زي القطنه بالظبط؟ شايفين؟ طريه وحلوه وهشه. وشويه يعني عملناها بايه؟ بشويه دقيق وشويه ميه وسكر وخميره وشويه زيت، ولا اكتر ولا اقل. نزلت بقى بالعجينه بتاعتي كده بالشكل ده كده، وابدا بس اظبطها كده على الرخامه، وهبدا بقى اقطع العيش بتاعنا بالشكل ده، حبة بقى كبير حبة صغير، يعني براحتك خالص. انا كانت الارغفة بتاعتي كبيرة فقطعته الحجم كبير بالشكل ده. لو انت بقى عاوزة تعملي حجم رغيف الحواوشي صغير شوية، هتقطعي اصغر من الحجم ده بشوية. خلاص قطعتهم بقى كلهم كده بقى بنفس الطريقة بالشكل ده كده يا جماعة، وغطيتهم كده وهسيبهم بس حوالي دقيقتين 3، وبعد كده هبدأ بقى اشتغل فيهم على طول. هاخد بقى كل قطعة وابدأ ابططها، يعني تبطيطة بسيطة كده بالشكل ده، وهسيبها على جنب بقى وابطط اللي بعدها. وطبعا بقى كده بيسهل عليا ان انا بقى احط اللحمة فوق العيش بتاعنا كده على طول بالشكل ده. هبطط بقى كله كده بنفس الطريقة يا جماعة. وطبعا بقى حاجة نظيفة انت عاملاها في البيت، ضامنة نظافتها، ضامنة اللحمة اللي انت حطاها، حتى العيش انت اللي عاملاه في البيت. يعني كل حاجة انت عاملاها بجد كان طعمه جد، يعني ايه، بجد حلو جدا جدا. هقطع بقى اللحمة كده واحطها فوق العيش بالشكل ده كده اهو يا جماعة. اعملها بقى كور واسيبها فوق العيش بالشكل ده، وكده برضو بقى بيسهل عليكي ان انتي تقفلي على طول. خلصت بقى الكمية بتاعتي، هبدأ بقى اجيب الاطراف بالشكل ده كده واوسع العجينة بتاعتي وابدأ المها كده داير ما يدور فوق اللحمة، واقفل عليها كويس بالشكل ده. لازم بقى تقفلي كويس، وابدأ بقى ابططها كده وتوزعي بقى اللحمة كويس كده وانتي بتبططيها. وبعد كده عندي بقى هنا الصينية مدهونة زيت، هبدأ بقى احطهم في الصينية كده اللي مدهونة زيت، وارص بقى واحدة جنب التانية بالشكل ده كده اهو يا جماعة. لازم بقى تقفلي كده كويس كويس، وبعد كده تديها تبطيطة بقى كده وتشيليها وتحطيها في الصينية. وعاوزة بقى تفردي كمان اكبر من كده براحتك خالص. شايفين؟ بفرد كده داير ما يدور كده العجينة بتاعتنا واقفل عليها بقى كويس، وبعد كده ببططها، وبعد كده بحطها في الصينية لحد طبعا بقى يا جماعة ما بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، عشان طبعا بقى ما اطولش عليكي بالشكل ده. خلاص هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده بنفس الطريقة ونشوفهم مع بعض. شايفين؟ بعد ما خلصت بقى الصينية الأولانية بالشكل ده كده، وعملت بقى بقية الصواني. شايفين ما شاء الله الكمية دي كده صينيتين يا جماعة اهو، والرغيف كبير، يعني يعني مجوز صغير، ودي كمان التالتة، وفي كمان واحدة رابعة. شايفين؟ طبعا بقى هدخله الفرن على اعلى درجة حرارة، بشغل من تحت ومن فوق مع بعض. قعدت في الفرن حوالي، يعني كل صينية قعدت 10 دقايق في الفرن. واول بقى ما يخرج من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ التسوية بتاعته حلوة جدا. حابة بقى ان هو يفضل طري معاكي بتغطيه، حابة ان هو يبقى يعني ماسك نفسه شوية بتسيبيه كده ما بتغطيهوش. هقدمه بقى معاكم بالشكل ده كده. تقدري بقى تحمري جنبيه كده شوية بطاطس، تعملي جنبيه شوية طحينة وسلطة، بيكون حلو جدا جدا بجد. كانت ريحته قلبت البيت كله. وكمان حتة اللي هي بقى اللي حطيناها كده للحمة، عطتها طعم حلو جدا. جربيه بقى بنفس الطريقة.
طبعا الولاد كلهم بيحبوا الحواوشي، تعمله لهم بقى في البيت. وطبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.